أنا مستني حد يسألني السؤال ده، لإن أنا سألت السؤال ده من 5 سنين لشخص طبيب عايش في كندا دلوقتي، وللأسف نزل مصر، ودي كانت غلطة عمره. من أهم الحاجات اللي ممكن تساعدك في السفر في فترة الكلية ولازم تشتغل عليها، وهي اللغة. اللغة والله اسمعوا كلامي، اللغة. لو أنت عايز تسافر كندا واستراليا يبقى الإنجليش، لو أنت عايز تسافر ألمانيا يبقى تركز على الألماني. اللغة هي من العوائق يعني السهلة جدا، بس بتعمل مشاكل لناس كتير. فلو انت عايز تسافر المانيا لازم تكون عارف الماني، لازم على الاقل تكون بيتس فاي، بي اينز، اي حاجه، المهم حاجه توديك المانيا بس. فلازم تهتم بالالماني، والالماني لغه مش صعبه، ولكن لغه جديده عليك. انت لازم تاخد وقت وتاخد وتدي مع اللغه فتره حلوه، على الاقل على الاقل سنه عشان نقول احنا بسم الله بدأنا. اما الانجليش انت واخد خلفيه شويه عن الانجليش، فالانجليش مش هيبقى صعب عليك، ممكن في سكه 5 شهور 6 شهور تكون متقن للانجليش وجامد جدا في الانجليش. بس اهم حاجه تشتغل عليها فتره الجامعه دلوقتي اللغه. تاني حاجه، وان انت ذاكر موادك، لان موادك دي انت تعتبر شخص اندر جراduate، يعني انت لسه ما اتخرجتش. ففي اي معادله هو مش هيطالبك بحاجه above الليفل ده، يعني مستحيل يطالبك بحاجه فوق الليفل اللي انت فيه. اي حاجه اندر جراduate انت مطالب بيها. فركز في المواد اللي في ايدك، ركز في المواد الاساسيه العبيطه جدا زي الاناتومي، فيسيولوجي، هيستولوجي، باثولوجي، فارماكولوجي، حاجات عبيطه جدا. والراوندات بتاعتك تبقى فاهم الراوندات بتاعتك، ان كان اورثو او نيورو او جاينا، لازم تكون فاهم الراوندات بتاعتك وعارف الحاجات الاساسيه جدا. وبرضه هما بيهتموا في موضوع المعادلات ده بالتقارير، لان هما يعني بيعبدوا التقارير بره. لازم اي شخص يجي لك تعمل له تقرير، فانت تاخد بالك من حاجات زي كتابة التقارير، السوب. لازم تاخد بالك من الحاجات دي لان هم بيهتموا بيها جدا. وبس، وربنا يوفقكم يعني، وهي جرعة حلوة يعني محفزة للهجرة. يلا ربنا معاكم.